الطاجن ده على قد بساطته وسهولته وإنه اقتصادي بس مناسب جدا في المناسبات والعزومات. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن لسان العصفور بكبد الدجاج. لسان العصفور يطلع معاكي مفلفل ومش معجن خالص، والكبدة كمان متبلة وطعمها حلو جدا جدا. سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها تحمير لسان العصفور. طاسة حطيتها على النار وضفت عليها معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، وأول ما يسخنوا جدا هضيف عليهم كوبايتين ونص من لسان العصفور. أهم حاجة بقى أفضل أقلب كده باستمرار علشان لسان العصفور كله ياخد لون واحد مرة واحدة. أول بقى ما يوصل للمرحلة ديت هشيل الطاسة على طول من على النار وهنقل لسان العصفور في طبق تاني، لأنك لو سبتيه في نفس الطاسة هيتحمر بزيادة لأن الطاسة بتبقى سخنة. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض الكبدة. طاسة حطيتها على النار وضفت عليها 3 معالق كبار من الزيت، ومعايا نص كيلو من كبد الدجاج. أنا واثقة كويس جدا إن هي نظيفة وملهاش أي ريحة. انتي لو شاكة فيها أو ليها أي ريحة مش مستحبة ممكن كده تضيفي عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وتسيبيها كده حوالي ربع ساعة هتضيع لك أي ريحة مش مستحبة. أهم حاجة بقى تحطي الكبدة والزيت يكون سخن جدا جدا، وتديها كده تقليبة أول ما تاخد لون من تحت. ولو نزلت المية بتاعتها ممكن تتخلصي من المية دي. أول بقى ما الكبدة كلها تاخد لون واحد هتضيفي على طول بصلاية كبيرة تكون متقطعة مكعبات كبيرة كده، وهتديها كمان تقليبة. وبعد كده هتضيفي معلقتين كبار من الثوم المفروم وتقلبي بقى كويس. واول بقى ما تشمي التوم ريحته ابتدت تطلع معاكي هتتبلي بنص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره بس مليانه من الكمون، معلقه صغيره من الخل، ومعلقه كبيره من عصير الليمون. وهضيف كمان حوالي كده قرن فلفل حامي عشان يخلي بقى طعم الطاجن كده حلو. وهضيف كمان معلقه كبيره من معجون الطماطم الجاهز. وهقلب بقى الحاجات الحلوه دي كلها يا دوبك تقليبه واحده بس على النار. آخر حاجة هاضيفها هي كوباية كده من الفلفل الألوان اللي متقطع مكعبات صغيرة جدا. كده خلاص الكبدة بتاعتي بقت جاهزة، أشيلها بقى من على النار. الطاجن بتاعي دهنته كده بمعلقة كبيرة من السمنة علشان لسان العصفور ما يلزقش فيه. وهاخد بقى نص كمية لسان العصفور وأوزعها كده كويس في الطاجن من تحت، وبعد كده أضيف كل كمية كبد الدجاج. أنا ما بحبش أحط كبدة الدجاج من فوق علشان ما تاخدش لون غامق من فوق. هوزعها كويس وبعد كده أضيف عليها باقي كمية لسان العصفور. المهم إن انتي تغطيها بلسان العصفور. بعد كده هضيف بقى كمية من الشوربة، سواء عندك شوربة لحمة أو تعملي شوربة بمرقة الدجاج. أنا عامة عملت شوربة بمرقة الدجاج. 3 كوبايات كبار من المية السخنة جدا، ضفت عليهم مكعبين من مرقة الدجاج، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من معجون الطماطم الجاهز عشان تديها لون محمر كده وحلو جدا. وهعامل بقى الطاجن معاملة الرز المصري عادي جدا جدا. هغطيه كده بورق الفويل وأدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط ويدوبك تلت ساعة. بعد التلت ساعة هشيل الورق من عليه وخلاص كده هيتشرب ويبقى جاهز. لسان العصفور طالع مفلفل وحلو جدا جدا، ريحته حلوة قوي، والكبدة كمان متبلة وطعمها حلو قوي. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن هي تكون عجبتك. باي باي.